السلام عليكم إخواني وأخواتي ومرحبا بكم في إطار المواكبة ديالنا المنتخب الوطني المغربي ديالو والاستعدادات ديالو لكأس العالم المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك. اليوم غادي نتكلموا على المقابلة اللي غادي يواجه فيها المنتخب المغربي منتخب النرويج، اللي ربما نعتبروها محك حقيقي قبل ما يبدأ كأس العالم، خصوصا أن المقابلة السابقة أمام مدغشقر ما عطاتناش صورة واضحة على المنتخب أمام فريق كان متراجع دفاعيا طيلة المقابلة، وقام فقط بمحاولة خطيرة في نهاية الشوط الثاني. باستثناء ديك المحاولة ما قدم حتى شيء. من جهة أخرى المغرب ضيع فرص كثيرة وكان ضاغط بنسبة كبيرة، وتمكن تسجيل هدفين في الشوط الأول عن طريق السيباري، في الشوط الثاني عن طريق رحيمي وكذلك الكعبي. وبالتالي منظورش كنعتبروها كمقابلة مرجعية باش نعرفوا المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي. من جهة أخرى كاين كما قلت منتخب النرويج اللي ربما نعتبروه محك حقيقي وغادي يبين لينا مستوى المنتخب الوطني المغربي. وكنظن التشكيلة اللي غادي يدخل بها محمد وهبي غتمثل تقريبا 80 85% التشكيلة اللي غادي يلعب بها المقابلة الأولى أمام منتخب البرازيل. ربما يكونوا بعض التغييرات بسيطة، ولكن نسبة كبيرة غتكون نفس التشكيلة غادي يلعب بها، غادي يلعب أمام النرويج، غادي يلعب بها كذلك أمام البرازيل. ربما يقدر يدير تغييرات بسيطة غير فقط من الخطة وكذلك لبعض ثلاث أوراق المنتخب البرازيلي. وكنظن في التشكيلة اللي يقدر يدخل بها محمد وهبي. في حراسة المرمى غادي يكون بونو، في الجهة اليمنى يكون عندنا حكيمي، بالجوار ديالو يكون عندنا ديوب، شادي رياض. في الجهة اليسرى يكون عندنا مزراوي، في الوسط يكون عندنا مرابط، بوعدي كذلك العناوي. في الهجوم يكون عندنا إبراهيم دياز، الزلزولي، وأمامه السيباري. نظن غادي يبقى مستمر بالخطة ديال المهاجم الوهمي، وغادي يخلي السيباري كذلك يقوم بهذا الدور كما قام به في المقابلات الأخيرة. وربما في الشوط الثاني يقدر يقوم بتغييرات أكثر، ولكن كنظن هذه هي التشكيلة اللي غادي يدخل بها. وغادي يحاول في الشوط الثاني كما ذكرت أنه يجرب خطط أخرى، وكذلك على حسب مجريات المقابلة وعلى حسب النتيجة وعلى حسب عوامل كثيرة اللي غتحدد كيفاش غادي يقدر أنه يتحكم في المقابلة وأنه يجري المقابلة كما يجب، وأنه يخرج بنتيجة إيجابية ربما تكون نتيجة معنوية للكتيبة المغربية قبل ما يدخلوا غمار كأس العالم، خصوصا أنهم الآن احتلوا المرتبة السابعة عالميا، وهذا كيعتبر إنجاز صراحة للكرة المغربية أنه لحقات المرتبة السابعة. ونتمنى إن شاء الله التوفيق للكتيبة المغربية أنهم يحققوا انتصارات، وأننا نكونوا من الخمسة الأوائل إن شاء الله عما قريب، ويحققوا إنجاز كبير كما حققوا في قطر، وتكون هذيك بداية خير إن شاء الله لإنجازات كثيرة وأفراح كثيرة إن شاء الله. وفي الأخير كنشكركم على حسن الاستماع، ونتمنى أن نلتقي في فيديو جديد. مع السلامة.